السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايره مع الاحوال؟ نهار جديد وفيديو جديد. مرحبا بكم في لاشين ديال كريمه، وكنقول لكم شكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم. كل وحده عطاتني من الوقت ديالها، كتبت لي كومونتير، كنقول لها شكرا. كلمه الشكر في حقك قليله بزاف. اليوم الوصفه ديالنا غادي نديرو لي سيجار بالفول السوداني. هنا هذا الفول، هذا انا فول سوداني حمرته غير في الفران، دهنته شويه بالزيت ودخلته تحمر. انا هنا باش ما نطولش عليكم طحنت الطحنه الاولى كما كتشوفوا، طحنت الطحنه الاولى. وعندي هنا هذا الفول السوداني اللي كنزيد منه معلقه حتى 2 معالق، راه متواجد هذا في اليدان. هذا الفول، هذا لاباط تاع الفول السوداني، البقال راه كبير. هنا غادي ندير الفول السوداني ديالي في الخلاط، وغادي ندير معاه شويه ديال السكر، شويه ديال القرفه، وشويه ديال المستكه ولا المسكه الحره. هنا غادي نوضع الفول السوداني ديالي ونولي معكم. كما قلت لكم الطحنه الاولى راني طحنتها، كتولي على هذا الشكل هذا كما لاباط. وغادي نفوتوا للثانيه. هنا وضعت الفول السوداني ديالي، غادي ندير شويه ديال المسكه الحره، غير واحد شويه على راس معلقه. هنا غادي ندير شويه ديال القرفه. انا كندير هاد الحوايج هنايا باش يسهلوا عليا الدلك. كما تعرفوا المشكل اللي عندي في يدي. اليوم عاود راني شاده رونديفو باش نمشي للطبيب، والله هذه الرابعه من المرات وانا نفوت عليه، ولكني بغيت نمشي عند سبيسياليست، ولكن الرونديفو بعيد. قالت لي حتى لسبتمبر، قلت لها واش انا غادي نتسنى حتى لسبتمبر؟ بزاف عليا. غادي نشوف اش غادي تعطيني عاوتاني. الله يجعل ربي يجيب الشفاء من عند هادشي اللي غادي نقول. هنا وضعت الفول السوداني ديالي، وضعت شويه المستكه ولا المسكه الحاره، درت شويه ديال القرفه. هنايا غادي نطحنوا شويه عاد باش نزيد لها هاد لاباط ديال الكاوكاو. هنا كما تلاحظوا صافي طحنت الطحنه الاولى، غادي نزيد لاباط ديال الكاوكاو. انا وضعت معلقه كبيره ديال لاباط ديال الكاوكاو. غادي نكمل الطحين ونولي معكم. صافي هنا كملت الخلط ديالي، تحصلت على هاد لاباط هادي. غادي نخويها هنايا. هنا عندي الورقه ديال لاباط فيلو اللي كاع الناس كيعرفوها، راه متواجده كاع في المغازه. هنا نوضع هاد لاباط ديالي، كتجي زوينه بزاف اقتصاديه. ما بغيتو ديروا ديال اللوز ديروا. انا هنا غادي نزيد شويه البودره ديال اللوز، خضره. غادي نزيد واحد شويه. هنايا كما قلت لكم وضعت البودره ديال اللوز. هنا غادي نزيد 2 معالق ديال الزبده. غادي نزيد ما زهر، غادي ندير 2 معالق ديال ما زهر. بسم الله. هنا كما قلت لكم لاباط فيلو هي هذه، راه متواجده، كاينه في اوشون، راه متواجده في اوشون. هنا غادي نخلط هاد المكونين كاملين باش يتجانسوا ليا. كما قلت لكم هاد الحشوه هذه راه اقتصاديه، وانتم بغيتو ديروا اللوز ديروا، انا عطيتكم فكره وصافي. حنا راه زدنا لها شويه البودره ديال اللوز. غادي نخلط هادو كاملين. كما قلت لكم انا طحنت هذاك الشيء كامل، قرفه مع المستكه ولا المسكه الحره. بقات لي غير المزهر والزبده هو اللي زدته. كما قلت لكم المشكل اللي عندي في يدي ما نقدرش بزاف كنبقى نخدم بها. هنا غادي نجمع هاد العجينه ديالي نفوتو باش نشكلوها حتى نشوفوا داك الزبده ديالنا كلشي تخلطت.
هنا دوبت الزبده باش غادي ندهن لاباط ديالي. غادي نبداو بسم الله. نجيب واحد الكتانه باش نغطيها باش ما تنشفليش. ونخليها على حسب باش نخدم. غادي نخدم هاد الكميه هادي بسم الله. انا شعلت الفران ديالي يحمى، لكن نبقى ندهن فهاد لاباط. كتبغي الزبده هاد لاباط فيلو، كتبغي الزبده. كنجيبو كميه ديال الحشو كنوضعوه بحال هاك، كنبقاو نحربلوه بحال لي سيجار. نحاولوا ما نشدوش حتى للطرف باش تبقى لنا الورقه باش نجمعوه. انا كنجيب هاد الجناب هكا نقلبهم عليهم باش ما تخرجليش الحشو ديالي كما كتلاحظوا. كنقلب عليه هنا الورقه ونبقى نلف كيما هكا. انا كنلف وانا كنعدل. هاد الورقه هذه حساسه بزاف، كنتعاملوا معها غير بشويه باش ما تقطعش. كتجي على هذا الشكل هذا. كنحاول نقلب لها شويه هذا. انا دايره لها كميه، ولكن ملي كندير وحده بوحده كتجي زوينه بزاف. هاد المعسلات كما قلت لكم. هنا كنجيب الجناب ما نحاولوا ما نوصلوش حتى للطرف. كنبقاو نلفوا حنا غاديين، حنا نلفوا ونقادو. راه ساهله بزاف هاد الوصفه هادي. هي زوينه بزاف هاد الورقه ديال الفيلو ولا باطا فيلو، ولكن حساسه بزاف كتهرس. الا ما عرفتوش تعاملوا معها كتهرس لكم بسهوله. انا كنبقى غادي على هذا الشكل هذا حتى نكمل الكميه اللي عندي ونولي معكم. هنا كملت هذه الكميه اللي درتها. غادي نقطعها وندهنها بالزبده وندخلها للفران. انا كنبقى نقطع فيها على هذا الشكل هذا، ولكن راه كما قلت لكم الحساسه بزاف. كنحاولوا معها تنقطعوها كامله. كما قلت لكم كنقطعوها هنا كامله بهذا الشكل هذا.
بعد ندهنوها بالزبده. هنا الطاوه ديالي قطعتها صافي هنا كامله. هنا غادي ندهنها بالزبده كما كتعرفوا لا باطا فيلو كتبغي بزاف الزبده، وغادي ندخلها للفران ان شاء الله ونرجع معكم. هنا الفران ديالي راني شعلت له لتحت والفوق باش تحمر لي غير الورقه، وغادي نرجع معكم. هنا بريوات ديالي خرجتهم من الفران تحمروا على هذا الشكل هذا. هنا غادي ندير لهم هذا العسل هادي، بسم الله. كيكونوا سخان نديروا لهم العسل حيت الا بردوا ما غاديش يتشربوا لنا العسل. هنا غادي ندير واحد شويه ديال السيجار. هنا هاد لي سيجار ديالي ولا القنينطات غادي نكملهم على هاد الشكل هذا. ما كنتش نهضر. غادي ندخلهم للفران ونرجع معكم ان شاء الله. هنا صافي كملت لي سيجار ديالي. هنا غادي ندهنهم كامل بالزبده. انا ديجا راني دهنه هادو، باقي لي غير هادو ندهنهم. غادي ندخلهم للفران يتحمروا وغادي نرجع معكم ان شاء الله بالشكل النهائي. هنا كما تلاحظوا خرجت المعسلات ديالي تحمرت على هذا الشكل هذا. هذه تشوفوها هكا بصح راها محمره مقرمشه. هنا غادي نعسلها. كيجيو زوينين بزاف هاد لي سيجار، نتمنى الله تجربوهم ويعجبوكم. انا كنعسلهم محدهم حامين كما قلت لكم. الا بردوا راه العسل ما غاديش يتشربوا لنا العسل. سمحوا لي على هذا الحس ديال الباب الكولوندير، ما راني حامله الطاقه.
هنا غادي نخليهم يتشربوا العسل، غادي نولي معكم ان شاء الله في الشكل تاع التقديم. هنا وليت معكم كملت المعسلات ديالي، كتجي على هذا الشكل هذا، ماشي هيتكم فيها، ونتمنى الله تجربوها وتعجبكم، كتجي زوينه بزاف مقرمشه. السيجار تاني كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي محمر، كيجي زوين بزاف وشارب العسل. كما قلت لكم كيجي زوين بزاف، نتمنى الله تجربوه ويعجبكم لا فيديو ديالي ويعجبكم المحتوى. كنقول لكم بسلامه عليكم الى بروشان فيديو ان شاء الله، ونتمنى الله يعجبكم لا فيديو ديالي، وما تنسونيش باللايكات ديالكم وبالدعم ديالكم. كنقول لكم لا يخدكم وشكرا شكرا بزاف، ولا يخدكم عليا وصافي. يلا خليتكم على خير.